ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دائما تكونوا بخير وسلامه يا رب. النهارده بقى يا حبايبي هنعمل معاك السردين القمر ده بالصلاه على النبي. لو اول مره بقى تشوفوا من نورة لك حلو كده من ايدك يا ست الكل، واشترك معايا في القناه عشان يوصل لك كده كل جديد وتشوفي اكلات البسيطه والسهله يا حبايبي. ربنا يسعد قلوبكم، واهم حاجه تصلوا على النبي. هنبدا كده بسم الله. دايب دوب بالصلاه على النبي. دايب دوب والله العظيم ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي محمد. معنا بقى هنا كيلو من السردين البلدي يا حبيبي. دي سردين البلدي اللي هو بيبقى عليه قشرة بسيطة كده. احسن نوع يا حبيبتي اللي هو بيبقى ايه مدي على حمار شويه، وما تجيبوهوش متجرح ولا حاجه، لازم تجيبيه سليم كده. هنبدا بقى بالصلاه على النبي. هنبدا ننزل عليه بكوبايه من الميه العاديه من الحنفيه. هتبداي تغسليه وخدي بالك لانه بيبقى حساس جدا، وما حاسبي لا يتجرح منك. انا عايزه اللي السردينه بتاعتك تبقى سليمه ما فيهاش اي جروح، وتحاولي تحافظي عليه. هتغسليه بالراحه كده، وهتبداي ايه تصفيه. هتجيبي مناديل عاديه خالص بتاعه الاكل، وهتبدأي ان انت تحطي ايه واحدة جنب واحدة. احنا مش عايزين ننزل السوائل اللي في قلب السردين لاننا هنحتاجها يا حبايبي. لازم مش هتنزلها، احنا هننشفه بس زي اللي بنديله كده جفاف بس. يعني احنا نجففه من اي ميه عليه، لان ما ينفعش يبقى فيه ميه عليه من الخارج. بس حاولي ان انت ما تسيبهوش يصفي معاك وقت طويل. وهنبدا ما شاء الله هنبدا نوزعه كده على المناديل بتاعتنا. هنسيبه لمده ايه 5 دقايق او 10 دقايق بكتير يا حبايبي. وهنمسك المنديل بتاعنا كده ونبدا ننشفه من الجنب التاني ما شاء الله. هنبدا ننشفه كده من الجنب التاني عشان ما يبقاش فيه اي سوائل من فوق يا حبايبي. وشايفين السردينه بتاعتنا بقت ناشفه خالص، تحطي ايدك عليها كده تبقى معلهاش اي ماده من الميه. هنبدا بقى معانا بالصلاه على النبي. انا هقولك قد ايه الملح اللي يخليه معاكي ما هوش مالح خالص. معانا بالصلاه على النبي 4 معالق من الملح، ومعلقه من البابريكا يا حبايبي الحمراء. يا سلام لما تبقى المدخنه، هتبقى بقى بالصلاه على النبي مية مية. اللهم صل على النبي. ومعانا نص معلقة من البابريكا، يبقى 4 معالق من الملح، ومعلقة من البابريكا، ونص معلقة من الكركم يا حبايبي. ماشي يا روحي؟ هو كده مش هيبقى معاكي حادق، وهيبقى عادب، وهيبقى زي الزبدة بالصلاة على النبي. انا جبت بقى كيسة مائي من السلوفانة بتاعة المطبخ، وبدأت ان انا احطها في قلب اي علبة عندك متوفرة، بس اهم حاجة تكون بتتقفل كويس. على فكرة يا حبايبي انا شلت الكيسة ديت، فضلت ان انا احطه في العلبة. هنبدأ بقى بالصلاة على النبي. هنبدأ نحط اول رقة من الملح بتاعنا، وهنبدأ نرص السردينة بتاعتنا. بعد ما رصينا اول طبقة يا حبايبي، هننزل تاني بملح من الملح بتاعنا. هتغلفي السردينة بتاعتك ملح، وبعد كده هتحط السردينة بتاعتك عكسها. يعني لو انت حاطه الراس بتاعت السردينة اليمة دي عشان تظبطي الزوايا بتاع السردينة يا روحي. خدي بالك من النقطة دي. بالصلاة على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي، أهم حاجة تصلوا على النبي. لو لسه ما صلتيش على حضرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد كده يا حبيبتي الملح كله معاك المتبقي هتحطيه على وش السردين. اللهم صل على النبي. السردين كده كده يا حبايبي بيسرد برضو الجزء من المية، عشان كده بقولك ما تصفيش، ما تحاولي ما تصفوش او تجففيه وتنشفيه. بعد كده بعد ما غلفته بقى ما شاء الله كده، هنجيب الزيت بتاعنا. اللهم صل على حضرة النبي محمد. انا حطيت قيمة ربع كوباية من الزيت يا حبايبي. ربع كوباية من الزيت، كوباية العادية خالص اللي هي بتاع الشاي. قيمة ربعها بس، يعني يا دوب كده يا روحي، يا دوب اغطي السردينة بتاعتي، اغطيها بس. يعني مش متغطية كمان، يعني باقي فيها حتة كده ان هي مش متغطية، لان هو السردين بتاعنا لسه بينزل مية تاني، وهتشوفيه في الفيديو اهو. يا دوب بس كده. بالصلاة على النبي زي ما حضرتك شايفة كده يا ست الكل. حاجة ما شاء الله جميلة خالص ومضمونة، ومش هتاخد منك وقت. على فكرة هو طب معايا ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هو طب معايا في خلال 4 أيام، بس أنا ضفت عليه كمان يومين 2. هو قاعد معايا بالظبط عشان يبقى دايب دوب كده بالصلاة على النبي 6 أيام بالظبط. والحدق بتاعه ما شاء الله مظبوط كده وزي العسل. اللهم صل على النبي. شلت الكيسه ليا ام نوره لان لقيت الكيسه يا حبايبي بتسرد في قلب العلب. قلت لا، انا اشيل السردين وافضيه في قلب العلب عشان يبقى متشرب كده وزبده كده بالصلاه على النبي. وبقى بالجمال ده. اللهم صل على النبي. حاجه جميله خالص ما شاء الله.
ومش مكلف خالص يا حبايبي، وهتعمليه على طول. هتسحبي بقى السردين، هنضفه ازاي؟ هو بعد ما طاب معاكي ما شاء الله، هتسحبي، هتودي راسها يمين وراسها شمال، وهتسحبي هتلاقيها طلعت باللي في قلبها، وهتديها بالسكينه كده واحده واحده خالص، دايب معايا ما شاء الله. انا ما كنتش عارفه اقشره والله من طعمته ومن ديابته، دايب خالص. بالصلاه على النبي. والله سهل وبسيط جدا خالص، ويا ريت الوصفه النهارده ما شاء الله تعجبكم. ما تنسوش بقى منوره في لايك حلو كده من ايديكم، والف انا وصحة على قلوبكم يا حبايبي. وتدعموني يا حبايبي وباشتراك معايا في القناة، انا محتاجة دعمكم، انا مش هكبر الا بكم. ربنا يسعدكم ويفرحكم باولادكم ويجعل كل ايامكم فرح وهنا يا رب. خلينا متفقين ان انا حطيت 4 معالق من الملح يا حبايبي، ومعلقة من البابريكا، ونص معلقة من الكركم. الكركم ده يا حبايبي لازم ضروري تحطيه، لان هو مادة حافظة يا روحي. حابة بقى تحط شطة براحتك، وألف هنا وصحة على قلوبكم. واسيبكم بقى في رعاية الله يا حبايبي، وما ننساش الليمون، وألف هنا.